انتصار كبير ورسالة قوية من الأهلي في قمة الكرة المصرية، ثلاثية نظيفة ينتصر بها الأهلي على الزمالك. افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32. ورغم استحواذ الزمالك على الكرة في فترات طويلة، إلا أنه فشل في ترجمة هذه السيطرة إلى فرص حقيقية أو تسجيل أهداف، لكن الإثارة كانت حاضرة. في الدقيقة 55 ضربة جزاء للزمالك، لكن حسام عبد المجيد يهدرها. وفي الدقيقة 66 ضربة جزاء للأهلي، لكن محمود حسن تريزيجيه يهدرها أيضاً. وبعد كل هذه اللحظات يأتي الحسم، أشرف بن شرقي يعود من جديد ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 لينهي اللقاء بثلاثية نظيفة. أما في صراع القمة فتشتعل المنافسة بين الزمالك وبيراميدز، حيث يمتلك كل منهما 50 نقطة قبل جولتين فقط من نهاية البطولة. فمن يحسم اللقب؟